إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن الذين علمنا العالم السلام. من يرسم لنا ديننا يا إخوة؟ دينكم لحمكم وعظمكم، دينكم حياتكم الدنيا وآخرتكم، دينكم شرفكم وعرضكم، عقيدتكم فيها نجاتكم وفيها عزكم. لا تحتاجون إلى أهل الكفر والنفاق أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحتاجون من يرسم لكم طريق السعادة وطريق الأمن والأمان، فقد رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم. ونحن في صلواتنا كلها نتحلل من الصلاة بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا نكتفي بها، بل نستنزل الرحمة والبركة من عند الله تبارك وتعالى يمينا ويسارا. نحن في صلواتنا كلها في التشهد نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نحن الذين علمنا العالم السلام بأشراطه وأحكامه وقواعده، ليس بمجلة يستجلب ولا بالذل والعار. وما عند الله لا ينال، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نحن الذين علمنا العالم القيم والأخلاق والصدق واحترام الجار. نحن الذي علمنا العالم القيم التي يكون فيها الإنسان إنسانا بحق. ولولا هذا الدين العظيم ما عرف شرف ولا روعي عرض. وأنت ترى النساء الكاسيات العاريات إلا من رحم ربي، وتنظر ببصرك إلى الحرام ترى البنات الكاسيات العاريات. نسأل الله عز وجل أن لا تكون ممن يطلق بصره في كل شيء. المشكلة صار الناس اليوم يتعرون رجالا ونساء بلا حياء وعفة ولا خجل ولا خوف من الله سبحان الله، ولا احترام الصغير والكبير، ولا احترام الآباء والأمهات. زنا وفحش وظلم وطغيان. أي قيم تتكلمون عنها يا إخوة؟ أي قيم تتكلمون عنها؟ أي قيم بالله عليكم ستحصلون عليها وأنتم بهذه المناظر؟ تركتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
واتبعتم أهل الكفر والنفاق في كل شيء إلا من رحم ربي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم قدة بقدة وشبر بشبر، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.